فيسبوك واحد قرا بوست عن قرية محتاجة متبرع بتكاليف بناء مسجد صغير والأرض موجودة. الراجل راح عرف أهل البلد بنفسه إنه رجل أعمال وشغال في الخليج. محتاجين كام يا رجالة؟ قالوا له 250,000 جنيه. الله يكرمك. لميتوا منهم كام يا رجالة؟ قالوا له ولا مليم، احنا فجرة وغلابة ومديونين وحالنا يغنيك عن سؤالنا، واللي اتبرع بالأرض واحد ما يتخيرش عن جنابك، والارض على حالها بقالها 7 سنين. رجل الاعمال قال لهم اتفضلوا ادي 300,000 جنيه، وكان نفسي احضر معاكم لافتتاح واول صلاه، بس عندي ظروف. الكفيل اتصل بيا وطلب مني 200 راجل يشتغلوا في كار المعمار ومضيهم عقد 3 سنين لمشروع ضخم في الخليج. قالوا له طب ما تكسب فينا ثواب وتاخد ال 200 راجل من حدانا حدادين ولا كلمه، وحدانا نجارين مسلح على كيفك، وحدانا نجاشين 100 وحدانا عمال تشرفك. رجل الاعمال قال لهم خلاص على خيرة الله، وسلمهم كشف بالمطلوب، وقال كل واحد يحضر جواز سفره مكتوب فيه مهنته ومبلغ 5000 جنيه مصاريف التأشيرة وتذكرة السفر، ويفتح حساب بنكي عشان يحول عليه مرتبه، واهم حاجة يجيب شهادة صحية. اهم حاجة ايه يا رجالة؟ البلد كلها في صوت واحد قالوا اهم حاجة يجيب شهادة صحية. بعد اسبوع حضر ولم منهم 1,000,000 جنيه واختفى. اتصلوا بيه، هذا الرقم طلع نصاب. بلغوا الشرطة، طلع اسمه وهمي وفص ملح ودان. المحزن مش انه خدعهم واخد 700,000 جنيه فرق العملية. دايما النصاب محتاج طماع. المحزن مش ان فرد واحد ضحك على بلد بحالها بالدخلة الصح اللي بيسموها الفرشة. المحزن بجد ان اهل البلد طلعوا 1,000,000 جنيه في اسبوع وما طلعوش مليم للمسجد في 7 سنين، وعاوزين ربنا يكرمهم.